أهلا وسهلا في جولة جديدة في أحياء التجمع الخامس القاهرة الجديدة، تحديدا في الحي الأول. يعتبر أرقى وأهدى الأحياء السكنية. الأحياء كلها التجمع الخامس اللي هم 5 أحياء، بس احنا النهاردة هنكون في الحي الأول إن شاء الله. لو شايف المحتوى مفيد ما تنساش تشترك وتدوس لايك، ودايما ادعم المحتوى المفيد، وإن شاء الله أقدم المحتوى بإذن الله يكون فيه نصايح كتير جدا بخصوص شراء العقار أو التشطيب أو التصميم. في ناس مثلا بتكون لسه بتصمم بيتها أو شاري أرض وبيبني الفيلا بتاعته، فإن شاء الله يكون في محتوى مفيد لكل الناس إن شاء الله. هنتفرج على عقارات، والمنطقة الأحياء كلها فيلل. الفيلل تعتبر دور أرضي وأول وتاني. في تصالح حاليا وبدأوا يضيفوا دور كمان، فهنشوف فيلل في منتهى الجمال والرقي تبارك الرحمن، وهتشوف تصميمات جميلة جدا، بحيث لو هتسكن في المكان أو هتستثمر فيه لازم تتفرج عليه قبلها. لازم تاخد فكرة عن المكان كويس جدا. في ناس كتير جدا مش عايشة في المكان ده، ومش عايشة في القاهرة، وعايشين برا مصر. فانت كده بتتفرج على المكان كله وبتاخد فكرة عن اي منطقة ان شاء الله هنغطيها وهناخد جولة فيها. ولو في مكان معين اكتب لي في الكومنت، مكان معين مهتم بيه اكتب لي في الكومنت. واحنا ماشيين كده على يميننا الحي الاول، وعلى الشمال الحي التاني. هنشوف واحنا في الجولة هنمر على منطقة الخدمات، فيها مولات ومحلات تجارية ومطاعم ومحلات خضار. المناطق دي اللي بتخدم الأحياء، ده جنب محكمة القاهرة الجديدة على طول، اللي هي منطقة الخدمات. ده الشارع اللي فيه البنزينة، جنبه على طول في شركة اتصالات وجنبهم مستشفى السلام الدولي، ومجموعة كبيرة من المولات في الشارع اللي هو يعتبر خلف المستشفى. يعتبر الشارع ده خلف المستشفى. آه، هو ده الشارع اللي يعتبر خلف المحكمة، محكمة القاهرة الجديدة. وزي ما احنا شايفين المبنى الكبير الأصفر ده، هو ده المستشفى.
واحنا بنمر كده في الشارع بتاع الخدمات بيكون في معروض زي ما احنا شايفين في مبنى تجاري وإداري للبيع. فبيكون في فرص برضو للاستثمار اللي حابب يستثمر. دي المستشفى، ومحلات خدمية كتير، مكتبات، محلات خضار، وفي الراية. هنا جنب المستشفى برضو في مولات بتخدم الحي، والله بتخدم التجمع الخامس تقريبا. ناس كتير جدا بتدخل حتى بره الأحياء وبتدخل تاخد طلباتها ومشترياتها. الشارع كله ما شاء الله فيلل. حتى الميادين الصغيرة الزراعة مهتمين بيها جدا، الجهاز مهتم بيها، بتدي شكل جمالي للمكان وروعة. هنشوف الفيلات يمين وشمال، ستايلات مختلفة، الكلاسيك، المودرن، الأندلسي. كل واحد بيبني الفيلا بتاعته على ذوقه. المساحات الخضراء الجميلة بين الفلل، ودي طبعا بتميز فيلا عن فيلا. في فيلا الفيو بتاعها مثلا حديقة كبيرة، جاردن كبير، وفي تاني واحدة تانية مجروحة مثلا أو قريب منها يعني فيلا تانية. فكل عقار بيتميز على حسب الخدمات والتميز بتاعه. ال- المساحات المفتوحة دي تعتبر تميز لأن الفيلا مش مجروحة. وإذا حابين جولة في مكان معين اكتبولي في الكومنتات. أنا شايف ناس كتير جدا بتسأل على بيت الوطن. إن شاء الله إن شاء الله في محاولة بإذن الله أغطي المكان هناك. طبعا مساحة كبيرة، بيت الوطن منطقة كبيرة، إن شاء الله يبقى فيه زيارة ليها عن قريب. زي ما احنا شايفين ما شاء الله تبارك الله، الفيلا المتصممة بشكل في منتهى الجمال والروعة، في إبداع الحقيقة. وفي بعض الفلل هتلاقيها تقليدية ما فيهاش تميز ولا فيها أي حاجة، تحس إنه بيت عادي ما هياش فيلا. كل ما نمشي بنلاقي مساحات خضراء، وطبعا في اهتمام كبير جدا بأحياء التجمع. سيبكم تستمتعوا بالجولة وتتفرجوا على المكان في منتهى الجمال. عجبني جدا الزراعة، الاهتمام بالزراعة قدام كل فيلا. كل واحد بيميز نفسه بشكل معين، بنباتات وأشجار ونخل. بيتفننوا الحقيقة في الموضوع ده. ولو مهتم بالتجمع الخامس، في فيديوهات حلوة جدا متصورة، شارع التسعين كامل متصور تقدر تتفرج عليه. وإن شاء الله في جولات في أماكن كتير بإذن الله تعالى.